الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذه الوقفة مع الأستاذ والباحث والمؤرخ حسين بن المرحوم جواد الرمضان ليتحدث عن المرحوم عبد الله بن أحمد الرمضان. حياك الله ابو محمد. حفظك الله. الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا الحاج عبد الله بن احمد الرمضان من شخصيات الاحساء البارزه وعميد اسره الرمضان في عصره. طبعا هو الحاج عبد الله بن احمد بن محمد بن علي بن محمد صالح بن احمد بن عبد علي بن محمد بن حسن الرمضان. ولد في نهايه القرن الثالث عشر الهجري، وتحديدا عام 1296 من الهجرة. والده الحاج أحمد بن محمد الرمضان من أعيان الأحصاء وكبار تجارها. والدته هي مريم بنت الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن علي آل مليخان البغلي. فوالده الحاج أحمد الرمضان والدته من أسرة البغلي. طبعا عمل في التجارة، وكان من كبار التجار في الأحساء في عصره. تجارة شنو؟ تجارة المواد الغذائية والأخشاب، وكان له حانوت في شارع المدير في قصرية جهة شارع المدير. شو المقصود بالحانوت؟ حانوت عبارة عن دكانين. دكانين نعم. وكان ابن ياسين يشتري البضائع من البواخر اللي تجي البحرين ويرسلها إلى الأحساء. ياسين أبو مهدي نعم. ابن الأكبر. ابن الأكبر كان يقيم في البحرين. اللي كان الحديث عنه قبل نعم. لا ياسين بن عمر. لا ياسين الشاعر. نعم. كان معاون اليد الساعد الأيمن لوالده، يشتري البضاعة من البحرين ويرسلها إلى الأحساء. والحاج عبد الله طبعا شخصية بارزة وله مواقف كثيرة. من الطرائف انه ذهب الى بومباي في الهند للتجاره، خرج في زمن الترك وعاد في زمن الملك عبد العزيز. فكان يحدث هو ان انا طلعت من الاحساء للتجاره في زمن الترك، ورجعت والاحساء في عهد الملك عبد العزيز، وعندي رسائل وقعت عليها تثبت ذلك، مؤرخه في ربيع اول 1431. الرساله ارسلها من بومباي في الهند، يدل على تواجده في بومباي. 1300 نعم. في نتاج لهذا الحاج عبد الله؟ لا، دائما يقول اهل الاحساء الحاج عبد الله عالم بدون عمامه. يعني كان مثقف الطراز الاول، عنده مكتبه كبيره، متحدث لغه، يناقش في جميع فنون العلوم، الفقه، الادب، النحو، لكنه مو متخصص في الشرق، فهو عالم بدون عمامه. نعم. وعلي في بعض المواقف. اي نعم. وايضا كان يسمونه جميع اقرانه واصحابه من العلماء. مجلسه عنده جلسه يوم الجمعه يرتادها كبار العلماء، آية الله الشيخ موسى ابو 50، وكان يحضر مجلسه يوم الجمعه ويقرا دعاء السمات. ويحضر مجلسه الشيخ حبيب بن قرين، آية الله الشيخ حبيب بن قرين، ويحضر مجلسه المولى مرزا علي الحائري. فكان مجلسه مقصد لكبار اعيان الاحساء وكبار علمائها. من المواقف الطريفه، افتتحت المدرسة الأولى، مدرسة الهفوف الأولى عام 1360 هجري. حصل عزوف من الطائفة الشيعية ما يبعثون أبنائهم للدراسة فيها. فجاء مدير المدرسة محمد علي النحاس من أصول مصرية، وهو أول مدير لهذه المدرسة، قصد الحاج عبد الله رمضان واجتمع به بصفته كبير وأعيان الشيعة في الأحساء، وقال له وجدنا عزوف من ابناء الطائفه الشيعيه من الدراسه في المدرسه، وهذه فرصه لا تعوض، تعليم مجاني، علموا اولادكم، انصح من قال انا طرشت ولدي، قال ما يكفي، انصح ابناء الطائفه كلهم. كان ابنه راضي يدرس في المدرسه، لكن ما يكفي، قال كلم ابناء الطائفه جمعهم. يعني توعيه، بما انك انت شخصيه وجيهه. نعم. كان لك دور يعني في التاثير. يعني نعم. فشخصيه مؤثره. وكبير اعيان الاحساء في عصره مقاما وعمرا. عاش فوق ال90. نعم. توفي عام كم؟ توفي 1387، توفي في العراق. نعم. وتزوج 4 زوجات، وانجب منهن 11 ولد و8 بنات.
رحمة الله على الحاج عبد الله، ورحمة الله على موتانا موتاكم وموتى المسلمين. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.